بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. نجرب المغامرة الجديدة بقى. ده نظام جديد ما شفناهوش قبل كده. شرم الشيخ بقى فيها المغرب. هو المغرب دخل جواه شرم الشيخ، ما تعرفش فيه ايه. ستايل جديد خالص. أوضة بالستايل المغربي. أوفي. لا كمان كأنك دوبلكس. انت بتطلع بالتدريج هنا اهو. لا بصراحة خدمة لطيفة جدا. لا لازم كل يوم الصبح كده الاقيهم جايين حاطين لنا ازازتين المية، كتات الشاي، سكر، كاتل. ده غير طبعا ان انت كده كده هناك عندك وجبتين فطار وعشاء. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في ستايل لطيف جدا قريب من الاربع نجوم، وشط موجود في الاربع والخمس نجوم. هنشوفه موجود في حاجة 3 نجوم. لا وانا عايش في كهف مغامرة. بص حتى مغامرة علي بابا او مغارة علي بابا. البسين مش فيه نضيف، كل يوم بيتنضف. سيبكم من الغسيل ده، ملناش دعوه بيه، ده بتاع ناس جيراننا. الدنيا زحمه هنا شويه. لا المكان لطيف بصراحه. الاهم من كده اللي هناك ده، شايفينه؟ يلا بينا نروح هناك. كلنا زي بعض، مساواة في الحق. كلنا دور واحد، مفيش حد دور فوق تاني. محدش يقولك لا ماليش دعوة، ده مش حلو، الشاليه ده مش حلو، الشاليه التاني هو اللي احلى. لا كلنا زي بعض. مش هقولك ان هو احسن حاجة في الدنيا، بس جميل بصراحة، تجربة جديدة. لا الاهم من كده بقى الشط اللي احنا داخلين عليه ده. هتقولي كده يبقى انت داخل في 4 نجوم. لا والله 3 نجوم ديلكس. بص ده المطبخ كيتشن، بيجهزوا العشاء اهو. عندك كل يوم الفطار من 7 ل10، والعشاء من 7 ل10، عشان يسهلوا عليك المواعيد ما تتلخبطش. بص هنا كمان، هي دي الشات يا سيدي. تحط الكارتين يدوك فوطين. تمام. اديك شايف شط خاص بيك. انا سألت قبل كده من الناس، بيجي اجانب كتير هنا، بيقولك لو انت جاي من فندق تاني بره بتقعد طول اليوم هنا تدفع 300 جنيه. طب انت بقى لو جست جوه الفندق ولا مليم. لا والموضوع لطيف، لا بجد لطيف. والاهم من كده بصراحة الشركة اللي جابتني هنا، مش بتعامل معاهم كأنهم اللي هو جيست ومستر وسلام عليكم. لا يا فندم بعد اذن حضرتك، لا اصل الموضوع كذا، لا. تحس ان انا بكلم بنت خالتي، اختي، عم، يعني حد كده فيها شيء، في جزء شيء كده، صحوبيه، صداقه. والله العظيم بجد. لو ايه حصل حاجه اتصل بيهم هم يخلصوها لك. وخصوصا يعني بصراحه استاذه رندا محمد. والله بجد، والله بجد. يعني احنا اصحاب بس كده، اقول لك احنا بقينا اصدقاء واصحاب، اخوات بجد. والله بجد تحس ان هي بتحس بيك كده، بتقدرك، يعني مش اللي هي هتقولك لا انا هقنعك وهأثر عليك بطريقه لطيفه عشان تجيب حاجه مثلا تكسبهم هم. لا انت ممكن تقولك الحاجه تفاصل معاك عشان تجيب لك الحاجه الارخص. وانت لو غليت تقولك خلي بالك انت بتغلي على الفاضي ليه. اختك، يعني هي بتكلمك كانها اختك. تبع شركه سبيس تورز. خلي بالكم احنا هنا في كنابش اهو، جنب مارينا على طول. مارينا شرم هوتل اهي، كنابش اهي. واخدين بالكم؟ انت في موقع غير طبيعي بجد. جنبيك الممشى بتاع خليج نعمة، ليتل بودا وهارد روك قريب، جولي فيل. لا. وغير كده الناس طيبة قوي بجد. تحس كده ان اهلنا حوالينا. ف يعني اتمنى تجربوا المغامرة دي، تعيش الجو المغربي بنكهة وفليفر عربي كده، مصري، في شرم الشيخ. هتقولي ازاي جمعت كل ده؟ هقولك معرفش. لا وكمان مطلعينا رحلات هدايا.
يعني بجد بجد انا ما شفتش ناس جميله كده، لا وبتتكلم بعشم. استاذ احمد او مستر احمد زكريا مشغل ناس بجد بجد محترمه يعني بصراحه. رندا من الناس المحترمه جدا جدا جدا. ايه رايكم في الكلام ده؟ عايزين حاجه اكتر من كده؟ الشط ده بالمناسبه شاطئ رملي اهو قدامكم، مش صخري. هتقولي ازاي 3 نجوم؟ هقولك عادي، كنبش بتكسر المقاييس. الشاطئ بتاعها دايما كل يوم من الساعة 7:30 الصبح لغاية 6 بالليل. البسين طبعا نفس الموضوع، هو السويمنج بول يعني. لا وفعلا الشاطئ يعني جودته كده كمان مش أعلى جودة، ده هما ناويين قريب كمان. يعني انت لو جيت لي بعدها بشهرين 3 بالكتير، ممكن شهر كمان، مش أكتر من كده، تلاقي المنطقة دي اتغيرت كمان. يعني ده كله لسه بيعتبر تطوير. تخيل بقى ساعتها شكلها هيبقى عامل ازاي. المفروض انهم هيبنوا هنا سقف بكفر كده خاص بيها، يبقى قاعدة خاصة بشكل مختلف، تبقى أرقى شوية وتحمي الناس من أشعة الشمس اللي حابين إن هم يفضلوا في الظل. انت عايز أكتر من كده؟ احنا لسه مخلصين الشط اهو، بس كلهم بينضفوا على طول، مبيستنوش.